طويل الشوق يبقى في اغترابي، فطير في الحياة من الصحاب. صباح الخير، شلونكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله تكونون بخير وتبدأ تشوفون فيديو اليوم. قبل كل شيء خلينا نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مثل ما شفتوا اليوم قعدت خل اشوف اكو شمس اليوم لو لا، حتى عندي الملابس عاد اغسلهن. عاد طلعت لقيت الحمد لله شمس موجودة. عقد خلال بالبداية بلش بالريوق واكمل ابني واجهزه ووديه المدرسة، بعدين ابلش بالبيت وبكل شيء. مثل ما شفتوا عندي هاي التغذية واحنا نسميها مرتدلة. عاد حطيتها ويا البيض لان اطفالي حيل يحبوها ويا البيض. بعدين نحطها بالصينية وحطيت وياها قرقير وفلفل. طبعا هذا الفلفل حار عبالي، يعني مو حيل حار، طلع يصمت. حطيت شوية بحلقي احترقت، عاد عفته وجايبة 3 قلت حتى اكلهن لين طيب ويا المرتدلة. المهم هنا اكيد ورا ما كملنا ريوق وخلصنا الحمد لله والشكر. عاد عفت كل شي والله الصراحة. قلت اليوم ابني عنده املاء، قلت خل اراجع له. عاد الحمد لله والشكر راجعت له وطلع ما شاء الله يعني حافظ. هنا أنا عاد ورا ما كملت ابني وخلصت له خطية وراح للمدرسة. عاد حطيت الملابس بالغسالة مثل ما تشوفون، أكيد ملابس البيض بالبداية نحطه. وهنا هاي بس يعني بس عفت البيت، بس قلت خل أقرر ابني يعني أراجع له مو أقري. عاد لقيت ما شاء الله ينقلب قلاب. اني ابد ما اعوف الكركبة يعني. اني امشي القط من القاع، اني امشي اعدل، ما اعوف شي بالقاع واقع، يعني ما اعوفه مستحيل. لان اذا عفته وراح ترجع مرة ثانية طفلة هم تذب شي راح يبقى ويبقى ويصير وسخ ويصير هوسة. فدائما ايدنا بالشي على مود ما تصير هوسة ووسخ. وهنا أنا عاد حاطة هاي على مود نقعد عليها ناكل عليها شي. انتوا تدرون قاع باردة هسه تقولوا لي انت تقولين حطوا فرشوا البيت وفرشوا البيت وانتي اصلا ما فرشة. اني ما فرشت لان زوجي عنده كم شغلة بالبيت يريد يخلصن، واني حروح من البيت راح ابقى كم يوم يم اهلي اصلا. حعوف البيت حكتب حتى بالعنوان هسه تشوفون. حتى لو كبيتيك يمكن راح اكتب. راح اعوف البيت والله، يريد يكمل كم شغلة، يصبغ الهول، يصبغ هاي القعدة، ويريد همين يبني البرة. تكرمون حمام يسوي ويخلصه، وهم المخزن يمكن، يعني عنده كم شغلة. فأكيد ما راح أقدر أني موجودة بالبيت ويا طفلة. أكيد تعرفون بعد يعني الصبغ وهاي الأمور ما راح تخلي شي نهائيا زين. فقلت إنه أروح لأهلي لحد ما إن شاء الله يكمل ويخلص بالسلامة وأرجع إن شاء الله. عاد هنا جيت على البيت قلت خل شوية نظفة، مسحة زينة، هاي الأمور كنسة عفوا ومسحة. والحمد لله طلعت أكيد قرآن حتى أسمع وأنا دا أشتغل، حتى هم أخلص على السريع. تدرون القرآن يعني تعرفون الحمد لله والشكر الكل يعرف راحة وبركة بالبيت. المهم مثل ما دا تشوفون واني دا امسح، دا اقول لك شنو رأيكم اسوي يوم كامل مصري؟ بما انه اني ما شاء الله هواي اتابع مصري، فاسوي يوم كامل مصري، اكل مصري، يعني وحكيهم مصري. شنو رأيكم؟ اني حل احب المصري والله، قد اتابع مصري قنوات يعني مصرية. هاي هنا عاد كملت الملابس، وعندي بعد وجبة ثانية طبعا هم حطيتها وشريت الحمد لله البيض اول شي. هنا انا ابني بالقلم مال سبورة صاير على البودي مالته حرامات، هواي غسلته والله
مدى يروح. عاد قلت بالغسل المستمر تروح ان شاء الله. وهنا سويت بتيتا سلق البنوتي لأن زوجي جاب لحمة بعجين، قلت أخاف ما تقدر تاكلها. وإذا وصلتوا لنهاية المقطع أتمنى يا رب الفيديو عجبكم، ومع السلامة.